بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على مرض بدأ ينتشر بطريقة يعني ملحوظة، وكان نادر الحقيقة في الفترة اللي فاتت، ودلوقتي بدأ يزيد، وهو فشل الغدة الكظرية مش الدرقية. الدرقية دي معروف، وأمراض الغدة الدرقية بالارتفاع وبالانخفاض معروفة وقديمة وموجودة من زمان، ولكن اللي لاحظناه دلوقتي فشل الغدة الكظرية. الغدة الكظرية دي أو اللي هي اسمها سوبرالينال جلاند، اللي هي فوق غدة فوق الكليتين، في فوق الكليتين دي غدتين، دول مسؤولين عن إفراز مادة الكورتيزول اللي هي من ضمن هرمونات النشاط. أهم هرمونات النشاط في الجسم هرمون الثيروكسين اللي هو بتفرزه الغدة الدرقية، وهرمون الكورتيزول اللي بيفرزه الغدة الكظرية. بدأ يبقى فيه فشل في الغدة الكظرية. تيجي تعمل كورتيزول في الدم 9 صباحا و9 مساء، او 10 صباحا و10 مساء، تلاقي النسبتين مختلين، او نسبة بتاعت صباحا مختلة ونسبة بالليل كويسة مثلا. طب علاجها ايه؟ بتبدأ انك انت تدي هرمون تعويضي بجرعات صغيرة متدرجة لغاية ما توصل بالنسبة للطبيعي. المشكلة الرئيسية بقى ان انت الكورتيزون فترات طويلة سواء بجرعات صغيرة او بجرعات اكبر مش زي الكورتيزول الطبيعي. يعني انت المفروض انك بتظبط النسبة تبقى ترجعها للطبيعي، لكن بيحصل بعض الاعراض الجانبية بقى من ارتفاع في ضغط العين، وارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، برغم ان نسبة الكورتيزول بتبقى عادية، يعني انت بتعملها للنورمال او للطبيعي، ولكن رغم كده الكورتيزون اللي من بره غير خالص اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. لو النسبة بدأت تثبت بتفضل ماشي عليه لغاية ما تحاول تبدأ تسحبه بتدريجيا، يمكن الدنيا تشتغل تاني لوحدها، خاصة لو ظهر أعراض جانبية، السمنة طبعا وحبس المية والكلام. والله التدريجي ده، السحب التدريجي، لقيت النسبة بدأت برضو تبقى ثابتة، تبدأ تسحبه تدريجيا. لقيت الدنيا نشاط العيان بدأ يقل، وبدأ يرجع الأعراض اللي هو أصلا جاي لك تشتكي بيها، يبقى خلاص هنبدأ نثبت الجرعة ونمشي عليها باستمرار. معظم العيانين دول يا جماعة بييجوا عشان انخفاض ضغط الدم. ناس بقى تقعد تقول لك العصب الحائر ومش عارف ايه، ويبقى ممكن السبب الرئيسي اللي احنا خلانا نكتشف ان الموضوع ده بدأ يظهر وينتشر ويكتر انخفاض ضغط الدم. يعني بيجي بانخفاض حاد في ضغط الدم 80-40 و70-30 وحاجات غريبة كده، واحيانا بيوصل لاغماءات. فبيبقى ممكن يكون السبب الرئيسي. حط في دماغك موضوع الغدة الكظرية اللي هو نقص هرمون الكورتيزول في الدم. نتمنى الله صحة جيدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.